عن فترة الخمسينيات والستينيات، فترة من 72 ل 77. 72 ل 77 بدأ الإخوان يخرجوا من بدأ السجون. مع كده، مع خروج الإخوان بدأ يظهر الإخوان ومعهم جزء من الفصيل الشبابي زي الدكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور عصام العريان وجزء برضه من التيار الشبابي فيما بعد ربما تأثر بعض الشيء بأفكار الجهاد، ما نقدرش نقول خدها قوي. وفي جزء عمل المدرسة السلفية سنة 76 اللي تحولت سنة 77 إلى الدعوة السلفية. أسألك عن الأثر الذي تركته الدعوة السلفية في المجتمع المصري حتى الآن، ولكن أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدينا، فاصل قصير نتابع بعده إسلاميون، فابقوا معنا. من جديد مشاهدينا الأعزاء، في هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الجماعة السلفية الدعوة السلفية في مصر. كنت سألتك قبل الفاصل عن الأثر الذي تركته الدعوة السلفية في مصر حتى الآن. أنا يمكن أن أتحدث عن الأثر الذي أحدثته الدعوة السلفية في مصر على مستويات متعددة. دعني أبدأ بأعلى الأهداف استراتيجية مما أحدثته الدعوة السلفية في مصر. الدعوة السلفية مثلت الخط الممانع الأول للغزو الثقافي للعالم الإسلامي ككل ولمصر بصفة خاصة. يمكن أن ترصد هذا عن طريق تقرير مؤسسة راند، يمكن أن ترصد هذا عن طريق خطاب بوش الأب وبوش الابن وكلينتون وأوباما، كل هؤلاء الذين كانوا ينزعجون من وجود أيديولوجية مصادمة تماما للأيديولوجية الغربية. بمعنى أن هناك بعض الإسلاميين اختار، وده يمكن يرجع بنا شوية للسؤال اللي قلنا الأول، اختار انه يقاوم في الجزئيات اكثر من الامور النظريه. ولعل حضرتك رصدت من كلامي ان انا بتكلم ان احنا قلنا خدمنا الامور التأصيليه النظريه العقديه في جوانب تحكيم الشريعه والسياسه الشرعيه اكثر. في الواقع لما تنظر على المدى البعيد هتلاقي الخصوم الاعلى قوه وتاثيرا كانوا اكثر انزعاجا ممن يؤثر لنظريه ترفض الحضاره الغربيه الوافده، او على الاقل تفرض فلترة أو نخل أو ترشيح قوي جدا على مصفات الكتاب والسنة لأي شيء وافد من عند الغرب. وطبعا المشروع الثقافي الغربي، مشروع العولمة، كان يعتبروا أن خط الدفاع الأول الذي يقف أمامه هم السلفيون تحديدا. يعني أنت عندما ترجع، معذرة بس أتكلم من الحتة ديت، تعال نشوف دلوقتي بعد 25 يناير وتقريبا الحركات الإسلامية متشابهة في طموحاتها، عايزة تعمل دستور يثبت المادة الثانية من الدستور وبتخاطب الجمهور بخطاب متقارب، بينما نجد أن العلمانيون يقولون السلفيون أولا. فكان الهجوم والمدفعية الثقيلة موجهة تجاه السلفية. وانا عندي المبرر الرئيسي لذلك، ممكن تقول في مبررات كتير جدا، لكن المبرر الرئيسي قبل ان ندخل بيتكلم عن خصم ايديولوجي واضح. قبل ان ندخل في المبررات، انت تقول ان الدعوه السلفيه هي الدعوه التي وقفت امام الغزو الثقافي الغربي القادم من الغرب. نعم. الم يكن هناك دعوات اخرى او حركات اخرى تقف امام هذا الغزو الثقافي؟ واعطيني امثله كيف وقفت الدعوة السلفية أمام هذا الغزو الثقافي. ماذا فعلت الدعوة السلفية كي تقف أمام هذا الغزو الثقافي القادم من الغرب؟ أرجو أولا ألا يفهم كلامي على أنه انتقاص من الجهد الذي تبذله أي جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، ولكن طبيعة السؤال ما هو الأثر الذي أحدثته الدعوة السلفية؟ نعم. وبالتالي لابد أن أجيب أقول الدعوة السلفية فعلت كذا. هذا الذي فعلته الدعوة السلفية لا يعني أنها استأثرت به، ولكن ربما شاركها فيه الغير. لكن أنا أقول أبرز ما قدمته الدعوة السلفية. تاني هرجع لك أن الدعوة السلفية كانت بتتكلم على نقاء، يعني أنت هتقول لي أمثلة، أنت هذه الأمثلة الكتب، المحاضرات، مقالات على النت، الندوات اللي خلقت في النهاية جو عام العدو رصد. وأنا بقول لك مؤسسة راند رصدته. طيب. يعني هو في الآخر رصد ان هناك ممانعه موجوده في مواجهه العلمانيه مثلا. نجد ان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، الدكتور محمد عماره، هؤلاء الاشخاص كان لهم دور في مواجهه العلمانيه، وكان لهم دور بارز مثلا من خلال الكتب، من خلال المؤتمرات. وهناك مناظرات شهيره بين الدكتور محمد عماره والشيخ محمد الغزالي، و
فرج فودة مثلا أو غيره ممن كان يتبنى منهج العلماني. هل فهم من كلامي أني قلت أنه لم يبذل يعني أحد جهد في هذا الجانب؟ أنا لم أقصد هذا الكلام. أنا أقول لك أنا لم أقصد هذا الكلام. في فرق. هي نقطة توضيحية فقط يعني. أنا لم أقصد هذا الكلام. خلينا نقول، ولكن أنا أقصد الجهد الأبرز أو الأكثر بروزا. هؤلاء كان لهم جهد. يمكن الشيخ محمد الغزالي توفي في أحد المؤتمرات وهو يدافع عن الإسلام في مواجهة العلمانية. كان مؤتمر في السعودية. لا. نعم. أولا احنا تاني أرجو ألا تشعر أنت وألا تنقل للمشاهد شعور أني أغبط أحدا حقا. نعم. ولكن دعني أقول مرة ثانية، عندما نتكلم على الأثر في الشارع لا أتكلم عن مفكر يقول محاضرة أو يكتب كتاب الذي ينشره له هم السلفيون. يعني بمعنى الإنتاج الذي أنتجه الدكتور صلاح الصاوي، الإنتاج الذي أنتجه الدكتور عبد الكريم زيدان، الإنتاج حتى اللي أنتجه الدكتور محمد عمارة مع تحفظنا على بعضه، من الذي نقلوا للشباب في المدارس والجامعات والدورات التي درست لهؤلاء الطلاب؟ أنت تتكلمني الآن عن بالتأكيد لأنه كان جيدا يعني. مرة ثالثة ورابعة أكرر، أنا لم أغبط أحد حقا. نعم. ولكن أنت تتكلم عن دعوة تحركت. نعم. وأوجدت. أنت تسأل عن أثر في الشارع المصري، فأنا أجبتك عن هذا الأثر. دعني أذكر لك أثر آخر، يعني وربما يعني لا تجد شواهد كثيرة أن حد ساهم أو ساعد السلفيين فيه، أن كان الدكتور القرضاوي انضم مؤخرا جدا ولاحق بركب من يساعد في بناء النفس الممانعة تجاه الفكر الشيعي، في ظل أن معظم التيارات الإسلامية انخدعت بثورة الخميني وبدأت تتكلم على التقريب بين السنة والشيعة. يا ريت الكلام اللي هم بيقولوه لسه البعض بيقولوا لغاية النهاردة ان الشيعة ما بيسبوش الصحابة. ياسر الحبيب كان لسه من شهرين عامل مؤتمر في لندن في بيسب عائشة رضي الله عنها. مزار وابو لؤلؤة المجوسي في ايران يعني الطريق اليه معبد وممهد وهو مزخرف بالزخارف، وناس يقول لك لا ده بطلوا سب الصحابة وعملوا. هذا الخطورة الشيعية اللي خلت واحد زي الدكتور القرضاوي، مع انه في الجملة ممن ينادي بالتقريب واللي له جهود في التقريب واللي كان دايما نقاط وله وجهات نظر دايما نقاط صراع او جدال ومساجله بيننا وبينه، في انه برضه احيان كتيره كان يتجاوز الواقع الى الاماني. يعني بعض المصلحين والعلماء يتمنى امنيه كلنا بنتمناها، ان الشيعة يبطلوا سب الصحابه وانهم يتوبوا الى الله مما هم فيه، وبعدين يتصور الامنيه واقعا ثم يخبر الناس بها، فيحصل ان الجدار الممانعة يتهد، وان يبتدي زي ما شفنا حسن شحاتة المصري ازاي سب عائشة على منابر مصر، شفنا ياسر الحبيب كما ذكرنا ازاي عبر الفضائيات اللي نقلت لمصر سب عائشة رضي الله عنها. ازاي شايفين ان في طرق صوفية اخترقت وبقت موجودة؟ يعني نحن هنا في يعني مثلا سأذكر مثالا. قبل ثورة 25 من يناير كان هناك أوجه كثيرة للفساد موجودة في مصر، وكان ما يؤخذ على الدعوة السلفية من كثير من الكتاب أنها تركت ذلك الفساد ولم تتحدث فيه ولم تواجهه، واتجهت إلى الهجوم على الشيعة. ألا ترى أن هذا الوقت يعني اتفقنا أو اختلفنا، أنا لا أدعو للاتفاق مع المنهج الشيعي، ولكن ألا ترى أن هناك عدو أخطر نواجهه الآن وهو المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وهو أخطر من المشروع الإيراني؟ علينا أن نركز في مواجهة هذا المشروع بعيدا عن التركيز على المشروع الشيعي أو المشروع الإيراني في المنطقة. حضرتك لاحظت هتلاقيني رتبت الكلام كده، قلت الوقوف أمام المشروع الغربي، الوقوف أمام العلمانيين في الداخل، الوقوف أمام الشيعة. نعم. فواضح الأولويات عندي واضحة جدا. إذا أنت الأولوية بالنسبة لفضيلتك أن تواجه أولا المشروع الغربي الأمريكي. لكن تعالى خلينا نتكلم. ولكن أنا أنقل لك نقد
وجه للدعوة السلفية، وكان الكثير من الخطباء على المنابر تركوا أمور الفساد وغيرها وبدأوا يتوجهون إلى الهجوم على الفكر الشيعي وعلى الشيعة. أنا أجلس معك الآن لأستمع إلى إلى نبض الشارع الذي تنقله لي، فأنا ممتن لك بنقل هذا النبض. نعم، أنا أشكرك. ولكن في ذات الوقت أنا لابد أن أجيب. نعم. يعني أرجو أن يثق المشاهد الكريم في أنني بالفعل لو وجدت نقد في محله يعني مباشرة سوف أذكر ما هي الإجراءات التي اتخذناها لعلاجه. نعم. ولو يمكن لو الحلقة أوشكت على الانتهاء وما جاش ولا اتهام انا اعترفت انه في محله، يا ريت تفكرني اتطوع انا. ليست اتهاما. اتطوع يعني انا اقول حاجه. انا لا اريد من حضرتك ان انت تاخذها على انها اتهامات. لا ابدا. ولكن من الطبيعي طالما ان هناك جهد بشري او مجموعه من البشر يعملون ان يكون هناك صواب وان يكون هناك خطا وان يكون هناك اوجه نقد. تمام. دعني اتكلم عن مساله الاولويات وكيف ننظر اليها نحن. ساضرب لك مثال بسيط جدا يوضح المساله في اعتراضنا على نظرة البعض الفقه الأولويات. لو أني طالب في امتحان وعندي سؤال عليه 80% وسؤال عليه 20% وتضيق الوقت، أنا أعرف أحل الاثنين بس الوقت تضيق، وإما أجاوب ده وإما أجاوب ده. فطبعا العقل تلقائيا، ومعظم القواعد الأصولية في النهاية هتلاقيها قواعد منطقية، حتى أحاول أجاوب اللي عليه 80%. لكن لو اتسع الوقت، إيه اللي يمنعني إن أنا أجاوب أبو 80 وأجاوب أبو 20؟ في كثير من الأحيان الناس بتقول لنا فقه الأولويات مع أن المقام يتسع للأمرين. لما نيجي ننقد الشيعة الخطر موجود وشواهد، وذكرت لحضرتك بعض هذه الشواهد، وخطر ايه وصل لغاية انه طرق علينا ابوابنا. يقول لك طيب هم ولا امريكا، هم ولا اسرائيل؟ فاقول له طب ايه المانع؟ اصلا يعني احنا في مقام تنظير ومقام دعوه ومقام بيان. يعني انا لو حذرت من الخمر ما ينفعش احذر من الزنا، لو حذرت من الزنا ما ينفعش احذر من المخدرات. حتى لا يصرف الجهد فقط. يعني انا اظن انه حتى لا يصرف الجهد في مواجهه مشاريع ثلاثه مثلا مع بعضها البعض، وهناك اولويه ان اواجه مشروع عن مشروع. كما مثلا حضرتك ذكرت الخمر، تحريم الخمر لم ياتي مرة واحدة. لا أتكلم هنا على التدرج. أنا أقول لو أنا لقيت يعني في المجتمع هناك في انتشار للخمر وفي انتشار للزنا، ينفع أواجه الاثنين ولا أختار واحدة لازم؟ نعم. ينفع أواجه الاثنين لما يحصل فعلا تعارض حقيقي. لما يحصل تعارض حقيقي ساعتها أقول مين أولى. مثلا أثناء حرب حزب الله مع إسرائيل عملت حالة من الانبهار العالي جدا بالشيعة، واحنا هذا لم يدفعنا ان احنا نقول لا اسرائيل اقرب لنا واحنا بندعو الله ان اسرائيل تنتصر. لا، قلنا ندعو الله ان حزب الله ينتصر، ولكن احذروا ايها السنة. احنا بنقول لانهم اقرب الينا، انهم في النهاية مسلمين عايزينهم ينتصروا على اسرائيل، لكن احذر ان هو عنده مشروع دعوي، واحذر انه هيستغل اعجابه بالبطولة اللي هو عملها. وقلنا عملوا بطولات، وقلنا البطولات دي نابعة من القدر الباقي لهم من أصل الدين، ولأن الإسلام بيدفع أتباعه للتضحية بالنفس والمال ونحو ذلك. فكانت النظرة في مرارة متوازنة تماما، ولم تغفل جانب على حساب آخر. وكان لابد من الطرح، مش حتى انك هتاخد قضية على حساب أخرى. انت دلوقتي عندك خصمين والاثنين قدام بعض، ولازم في الآخر تحتاط انك انت لو انحست تماما انت بتتمنى خلاص الموقف النهائي، نتمنى انتصار حزب الله. لكن لو انت قلت كده وسكت، يبقى بتفتح الابواب والشبابيك امام الغزو الشيعي اللي حصل بالفعل بعدها على طول، واتمسك مش عارف طريقة صوفية كانت بتوالي الشيعة، بعدها بشوية جالنا موضوع ياسر الحبيب الى غير ذلك مما هو حصل. فدايما احنا بنعترض على بعض، او اعتبرها نقطة سجال دائمة بيننا وبين بعض الاتجاهات الإسلامية الأخرى. وأنا بكرر تاني، احنا لا نغمط أحد حقه ولا نقول ان احنا انفرضنا في الساحة، وبنقول ان في ناس في بعض المجالات أدت بطريقة أفضل مننا، لأن دي طبيعة الجهد البشري، انك لو ركزت قوي في جانب لازم تضعف في الجانب الأخرى. ولكن تاني بقول فقه الأولويات اللي هو بيرفع كسيف مسلط على كثير من الامور ما بيبقاش مطبق صح. تعال هقول لك حاجه انت ممكن تكون على لسانك تقولها لي. اللحيه والقميص بالنسبه للرجل، وطبعا انا ضروري الحجاب لانه بامر مجمع عليه كله بيدعو اليه، لكن احنا بنقول النقاب، ومش على انه واجب، على انه مستحب على الاقل.
يعني هذا الكلام الذي اريد ان اسمعه. هناك مثلا تاكيد على موضوع بالنسبه للدعوه السلفيه. هناك تاكيد على موضوع اللحيه، الجلباب القصير، النقاب، وصرف مجهود كبير جدا 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 في التاكيد على هذه الامور، ويكاد يكون في بعض لا اقول كل الدعوه السلفيه، اذا كان هناك احد لا يطلق لحيته او امراه لا ترتدي النقاب ينظر اليه بنظره احنا قاعدين سوا وكويسين اهو، ما فيش مش زعلانين من بعض. انا لا اقول كل الدعوه السلفيه طبعا، انا اقول هناك البعض من الاخوه الذين يتبنون المنهج السلفي ينظرون هذه النظره الى كويس جدا المثال ده. اولا عشان انا كنت عايز حاجه اعترف فيها بتقصير واقول احنا بنحاول نصلحه، ولكن كنت برضه عايز اكد على عده امور. البعض بيقول لنا دي امور شكليه او ظاهريه، وفي حاجات اهم منها، متفقين تماما. لكن ايه اللي يمنعني؟ ما انا بدرس فقه كده وهعدي على باب سنن الفطر، وهقول زي ما قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنه، سطرين 3 سطور 5 سطور صفحه عن اللحيه، واقول زي ما هو قال كده: ويرى معظم الفقهاء وجوب اطلاقها وحرمه حلقها. خلص، ده حجم المساله. نعم. ليه كبرت المساله؟ انا هعترف ان في خطأ متبادل بين ابناء الصحوه الاسلاميه، مثلا شباب سلفيين التركيز على بعض الفرعيات، انه يبتدي يحس ان هي دي نقطه الخلاف. نعم. فيتناظروا فيها كتير. في برضه حيله دفاعيه عند المدعو، يعني انا رايح اقول لواحد صلي، زميل في الجامعه، زميل في عمل، يقول لي في فلان شيخ زيك بس من جماعه اخرى مش مربي لحيته، انت مربي، ايه الفرق بقى؟ يا عم صلي، انا جاي اقول لك صلي وهو قال لك صلي، فخلينا احنا الاثنين دلوقتي بنقول لك صلي، اللي هي ممكن هنا بقى اقول ايه؟ ده المنكر الاعظم اللي عنده اللي انا رايح ادعوه اليه. يعني نتفق فهو يحاول على ما اتفقنا عليه ونترك الخلافات الان. انا اريد من حضرتك ان تحدثني عن المرتكزات والمنطلقات الفكريه والمنهج الفكري والتنظيمي والحركي للدعوه السلفيه في مصر. خلينا لما نيجي نحلل اي جماعه دعويه موجوده، عندي 4 عناصر وممكن عنصرين ندمجهم مع بعض لتقييمها: مناهج الاستدلال، المنهج العقدي، منهج التغيير، المنهج التربوي او اللي ممكن يتداخل مع المنهج الحركي. رقم 1 منهج الاستدلال، لان هو ده الاصل، المسطره اللي بقيس بيها. فاحنا بنركز جدا في هذا الجانب، والبعض برضه ممكن يكون شايف ليه انت بتستهلك وقت كبير في هذا الكلام. لا، بنستهلك وقت كبير لان احنا لو خلصنا الجزئيه دي تبقى حلنا معظم المشاكل. نستهلك وقت كبير في بيان وجوب الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، لان في افهام كتيره جت بعد كده، وان الكتاب والسنه اعتبروا فهم السلف معيار لفهم من بعدهم. فالقران قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في كتاب للشيخ أحمد فريد السلفية قواعد وأصول، نعم، هو تحدث عن قواعد المنهج السلفي وقال: تقديم النقل على العقل. ما تتحدث فيه فضيلتك، يبقى إذن أنت تتحدث عن نقل ما فعله السلف دون تجديد ودون اجتهاد. يعني ألا ترى أن هذا يعني فيه غلط؟ اوعى يكون ده كلامك. لا مش كلامي انا، هذا سؤال هذا سؤال واريد توضيح. يعني هذا سؤال واريد توضيح عشان نفضلوا حبايب لغايه. الا تريد ان هذا فيه غلق لباب الاجتهاد؟ لا. وتغير الظروف والاحوال من ايام السلف الى عهدنا الحالي، هناك قضايا كثيره تحتاج الى اجتهاد. دعني اعترف باننا اسمع منك الاجابه ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده اسلاميون، فابقوا معنا من جديد وحلقه من اسلاميون مع فضيله الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه في مصر. مرحبا بك فضيله الشيخ. كنت قد سالتك قبل الفاصل عن موضوع غلق باب الاجتهاد، موضوع اللي من كلمة خلال كتاب الدكتور أحمد فريد السلفية قواعد وأصول، عندما يقول أنه من قواعد المنهج السلفي تقديم النقل على العقل. دعني أعترف بخطأ، ولكن بالمرة أقول إن إحنا كمسلمين كلنا وقعنا فيه،
وبعدين السلفيين وقعوا فيه تاني في القبول بمصطلحات موهمة. يعني انت لما تيجي تتكلم دلوقتي مع العلمانيين يقول لك اهم اساس في العلمانية او الليبرالية بوجه الخصوص العقلانية قصاد الناس الدينيين، فكأن احنا رضينا وخلاص وبننقل المصطلح، هم ناس عقلانيين واحنا ناس لنا مرجعية دينية بنرجع لها. انا بشبه الكلام اقول له لا معلش، احنا اللي عقلانيين وهم مش عقلانيين لو حطينا المصطلح في مكانه الصح، لان احنا اشبه بناس واقفين في مفترق طرق، والطرق صعبة ووعرة وفيها مشاكل كتير جدا، ولو احنا عند هذا القدر وفقط يبقى التجربة هي الوسيلة الوحيدة اللي هي بتعتمدها العلمانية، التجربة البشرية لاستنباط المناهج اللي تحكم بها الاقتصاد والاجتماع والنظم السياسية وغيرها. لكن لما يبقى عندي الخبر اليقين، عندي الخريطة، والخريطة دي فاضل بس خطوة قصيرة ومحددة استخدم فيها العقل اتثبت انها منسوبة الى جهة تعرف وتملك حق معرفة الطريق الصحيح، يبقى انا العقل يقول لي ابذل مجهود بسيط انك تتعرف وتتثبت من صدق هذه الخريطة وبعدين امشي وراها. هو ده الاتباع. اللي انا بقوله دلوقتي بين الاسلام ككل وبين العلمانية هو اللي بين السلفية وبين المدرسة العقلانية او التي وصفت بأنها مدرسة عقلانية في تفسير الإسلام. بقول له أنا لما هيجي لي التفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بقول الصحابي، مش هروح لسكة التأويل. ولما يجي لي الحكم الشرعي هعتقد تماما أنه لا يمكن أن يعارض العقل. هناك قضايا أنا أتفق معك، نعم. ولكن هناك قضايا تحتاج إلى اجتهاد. من الذي قال كلمة تقديم النقل؟ ده الكلام بقى. نعم. مصطلح تقديم النقل على العقل ده قصاد، هديك مثال ويفيدنا برضه في موضوع العلمانية. أبو العلاء المعري له بيت بيقول فيه بيعترض على الشرع بالعقل، هي دي بيقول يد ب5 مئين من عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت عنه ونشكو إلى مولانا شدة العار. يعني بيقول دية الرجل 1000 دينار، الإيد عشان هما في منها 2 يبقى الواحدة نص الدية، ديتها 500 دينار. الحديث إيه؟ لا قطع إلا في حد السرقة، لا قطع إلا في ربع دينار إيه فصاعدا. فقال الإيد مرة ثمنها 500 ومرة ثمنها ربع، هو شايف ده إيه؟ تناقض. احنا بنقول هي دي بقى الجزئية، هو استخدم عقله وقال الحكمين متناقضين. احنا بنقول في المواقف اللي زي دي لو الحكم ده شرعي أكيد والحكم ده شرعي أكيد والعقل قبل كده قال لك ان الشرع من عند العليم الخبير، يبقى اتهم عقلك، قول في حته غامضه انا مش فاهمها، يعني دور عليها، اللي هي مساله ما يجيش يضرب الايه الاحكام الشرعيه بزعم مناقضتها للعقل. هي مساله الثوابت لا يستطيع احد ان يختلف عنها. رد عليه بقى العلماء قالوا هناك مظلومه غالت بقيمتها هنا ظلمت فهانت على الباري. رد عليه البعض الاخر قال حرمه الدم اغلاها وارخصها سرقه المال فافهم حكمه الباري. هي دي القضيه. هل انت متفق معي أنا ان اللي عمله هذا الرجل او المعلم لما زعم ان العقل يقول ان الحكمين الشرعيين الثابتين متناقضين عقلا، نقول له من قبل ما تسأل اتهم عقلك وبعدين اسأل هتلاقي الإجابة. ده كده موقف تقره ولا ما؟ أنا أقر معك أن الأصول والثوابت لا يستطيع أحد أن يختلف عنها. هي دي العبارة اللي احنا يعني دايما الرسول صلى الله عليه وسلم السلفيين بنقول عليها. خلينا بس نتفق. طب أنا أذكر لك الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عامله على في العراق، أظن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، فعندما سأله بما تحكم فيهم قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل. حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن. معاذ، حديث معاذ عندما أرسله. عايز أقول لك حاجة، حضرتك ما زلت مصر أن تنقل. أنا دلوقتي بطالبك احنا بأن كلمة تقديم النقل على العقل الموجودة في الأدبيات السلفية تساوي غلق باب الاجتهاد مطلقا. هذا ما أريد أن أعرف. لا تمام، بس دي تساوي لما حد يجي يضرب الأحكام الشرعية بعضها ببعض أو يقول الشرع فيه حكم مناقض للعقل، نقول له تثبت أولا إن الحكم شرعي وثق تماما إنه هيطلع موافق للعقل. أنت شايف فيه شبهة دور على من يجيبك عليه. ابن تيمية قال لهم زيادة على كده، أنتوا الأول كقضية عقدية لابد أن تعتقدوا أن ما أتى من عند الله لا يمكن أن يصادم العقل. كقضية تفصيلية هاتوا لي أي مسألة في عقيدة أو في فقه حكم شرعي أنتوا شايفينه مناقض للعقل وأنا أجيبكم عنه.
وده اللي بذل فيها ابن تيمية وابن القيم. دعني انتقل الى جزء كبير من حياتهم اللي هو درء تعارض العقل والنقل. بالمناسبة انا عايز بس الحتة دي اكملها. انا افضل جدا المصطلح اللي استخدمه ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل وليس تقديم النقل على العقل. دعني انتقل الى منطقة اخرى، وهي موقف الدعوة السلفية في اثناء ثورة 25 من يناير. كان هناك هجوم على من يتواجد في ميدان التحرير. كان هناك رفض للخروج على الحاكم باعتباره خروجا على الحاكم، رغم أن هناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله. ورغم ذلك، رغم هذا الظلم وهذا الفساد وهذا الطغيان الذي كان يمارسه النظام الحاكم في مصر، خرجت علينا الدعوة السلفية أو كثير يعني من الدعوة السلفية، عشان حضرتك ما تزعلش يعني، بالقول بأن الخروج على الحاكم حرام شرعا، وسردت الكثير من الأحاديث التي تثبت أن الخروج على الحاكم حرام شرعا رغم الفساد ورغم الطغيان الموجود. عايز أضيف إلى معلومات حضرتك إن هم إلى الآن بيقولوا كده اللي أنت بتقول عليه، فيا ريت انا اريد ان استوضح الامر، لان الامر انا عايز اقول الامر كان يعني انا لم يخرج يعني معظم من خرج وتكلم من الدعوه السلفيه قال هذا الكلام، قال ان حتى من قتل في ميدان التحرير او من قتل في المظاهرات فهو ليس بشهيد، ان من يخرج الى ميدان التحرير فهو خروج على الحاكم وهو حرام شرعا. هذا الكلام انا لم اقوله، ولكن هو عايز اقول لحضرتك هناك ازمه لدى التيار السلفي، وهو انه الناس مسمياه كله سلفيين، مع انه تيار بطبيعه الحال وارد يحصل فيه يعني في داخل التيار السلفي هناك تيارات وهناك مدارس. لكن مثلا عايز اقول لك جماعه كجماعه الاخوان، لانها اسم على جماعه مش على تيار، لا تعاني ذلك. يعني مثلا النهارده الدكتور عبد المنعم فتوح خد اختيار خاص، الدكتور ابراهيم الزعفراني خد اختيار خاص، بل بالعكس في ناس ما زالت محتفظه بعضويتها في الجماعه ولها اختياراتها الخاصه زي الاستاذ كمال الهلباوي. لكن في النهايه في ايه جماعه الناس ترجع لها، ادي ده موقف الاخوان. ده لو انا يمثل قوه للاخوان في حد ذاته. كويس. لو انا هتكلم بقى على مدرسه الاستاذ البنا واقول مدرسه الاستاذ حسن البنا موقفهم ايه من قضايا ترشيح القبطي، موقفهم ايه من قضايا ترشيح المراه، موقفهم ايه من نشر اولاد حارتنا، هلاقي بقى عندي الاخوان، بقى عندي حزب الوسط، بقى عندي الدكتور عبد المنعم الفتوح بقى لوحده، وعندي حزب الدكتور ابراهيم الزعفراني. الحاله دي انا طبعا مش عايز اقول هي حاله افراد، هي حاله افراد وبالضبط. انت اللي هم بقى بتوع ولاة الامور دول 3 4 افراد. ثم ان موضوع ترشيح القبطي او موضوع ترشيح المراه، الاخوان اعلنوا انهم يتبنوا الراي الفقهي الذي يقول انه لا ولايه للقبطي ولا ولايه للمراه، ولكن له حق الترشح. تمام. استاذ كمال الهلباوي مش رايه كده، ده بيرحب يعني وهو قال هذا رايه يعني. تمام. يبقى احنا كده وصلنا ان التيار الواحد الجماعه تقدر يبقى لها متحدث رسمي يقول ده موقفنا، مع ان الجماعه حصل فيها تردد بعض الشيء قبل كده، احنا نرحب يعني ان في الاخر الدنيا انتهت كده. لكن فلما بقول تيار الاستاذ حسن البنا، التيار المنتمين لمدرسه الاستاذ حسن البنا، هتلاقيه تيار بقى قريب كده من التيار السلفي. فانت لما تيجي حضرتك كلمني على جمعيه الدعوه السلفيه المشهوره اعلاميا باسم الدعوه السلفيه بالاسكندريه، هي اقوى كيان سلفي واكثره تنظيما اكثره انتشارا، لنا موقف دائم من المظاهرات مش مبني على طاعة ولي الأمر ولا حرمة الخروج عليه. بل ما هو هذا الموقف؟ أنا عايز أقول أن الدعوة السلفية تقريبا هي الكيان الوحيد الذي لم يبايع مبارك عبر 30 سنة. الكيان الوحيد نعم الذي لم يبايع مبارك عبر 30 سنة، وأنا أعني ما أقول. ولو هتلاقي الطيارات بيعت على طول الخط، طيارات بيعت ال 15 سنة الأولانية، يعني مع في طيارات كانت فاتحة الباب موارب للتوريث بشروط معينة. أنا بقول إحنا أما مسألة المظاهرات إحنا متحفظين عليها طول عمرنا. إحنا بنشبه حال البلاد ببيت محتاج ترميم. الإجراء اللي يعمل ترميم يبقى كويس، الإجراء اللي يعمل هدم مش هنهد البيت فوق دماغتنا.
ممكن اختلف انا وانت في اي موقف، هل ده يعني لازم نتفق على هذا المبدأ؟ واظن احنا متفقين عليه. طيب أنا والا حتى لا أخرج من هذا، أنت حتى الآن يعني لم تعطني ما انا هديها لك إجابة. ما هو موقف الدعوة السلفية من المظاهرات التي خرجت في ميدان التحرير تطالب بإسقاط هذا النظام؟ الدعوة السلفية حدث لديها قدر من التردد كما حدث لغيرها، وانا برضو بقول كما حدث لغيرها اعني ما اقول. يعني تردد واشتركت ام تردد ولم طبعا تشارك؟ اشتركت طبعا. ما هي حجم تلك المشاركة؟ حجم تلك المشاركة وما اثرها؟ لا كلمة اثرها، ما اثر، الاثر حصل بمجموع الموجودين في ميدان التحرير. نعم. حجم المشاركة ممكن ترجع لها في الفيديوهات اللي موجودة بتاع تسجيلات قناة الجزيرة وغيرها، وتشوف احنا عندنا اهتمام بالهدي الظاهر فبيبان. هتلاقي النسبة هي كانت تؤيد مظاهرات 25 من يناير ولم تكن ضد هذه المظاهرات. الدعوة السلفية بقول لك بالضبط في 25 يناير كان هناك تردد ولم يكن هناك منع. أظن كل التيارات بلا استثناء كان عندها تردد من 25 ل 28. بعض التيارات أعلنت مشاركة رمزية يوم 25. احنا ما اعلناش مشاركه لا رمزيه ولا غير رمزيه ولا منع، وبدا الكلام في المشاركه بعد يوم 28 كسائر التيارات ايضا. يعني انا لا ارى كبير فرق بين موقف السلفيين وموقف الاخوان مثلا في من موقف ثوره 25 يناير الا فرق يوم مثلا. ولكن دعني ولكن احنا شايلين معانا التحول في الفكر السلفي من ترك السياسه قبل ثوره 25 من يناير والمشاركة في العمل السياسي بعد ثورة 25 من يناير وتأسيس الأحزاب والمشاركة في الانتخابات رغم العزوف عن هذا الأمر قبل ذلك. أولا خليني أجاوب إجابة سريعة مختصرة كده، ده حاجة تبسط الناس ولا تفعلهم؟ لأن الوقت يداهمنا، أمامنا دقيقتين. هل أنا عايز أقول هفترض إن إحنا كنا عندنا خطأ وتوبنا إلى الله منه تبقى كده كويس؟ الاعتراف بالخطأ في حد ذاته هي شجاعة يعني. ممكن الناس تعتبره كده، لكن أنا عايز أقول إن هو لم يكن تراجع في الحكم ولكن في الفتوى، بمعنى إحنا كان عندنا المنع مبني على أسباب، الأسباب زالت، بل ووجد دافع كبير جدا، وهو أن المرحلة القادمة فيها كتابة دستور جديد، وشايفين تحرش العلمانيين والليبراليين، بل أستطيع أن أدعي أن الدعوة السلفية رصدت التحرش المبكر بالمادة الثانية من الدستور. في وقت البعض قالوا لهم لا ده بعيدة عن التحرش ومحدش بيتكلم عليها. كيف ترى مستقبل الدعوة السلفية في مصر في الفترة المقبلة؟ الدعوة السلفية الآن تمر بمنعطف خطير، وهي أنها تضيف إلى نهر الدعوة قناة العمل السياسي، وده اللي أنا عايز المشاهد يعرفه، بأن احنا مازال بنرى أن الإصلاح بالدعوة والتربية، ولكن قناة العمل السياسي بقت قناة بتوفر، يغلب على الظن أنها ستوفر مظلة جيدة للدعوة. هذه القناة لو استطعنا أن احنا نقدم فيها نموذج للسياسة الشرعية، نموذج للسياسة النظيفة الغير معتمدة على المبدأ الميكافيلي، تعاون جيد مع كل الإسلاميين، أظن هتكون نقطة فارقة في لديكم الكوادر المؤهلة لذلك؟ هناك مثل إنجليزي بيقول you must jump and swim، فكل الطيارات عملت كده واحنا بنعمل كده، واظن عندنا كوادر مناسبه الى حد كبير ان شاء الله. فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، أشكرك شكر جزيل، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.